الرأس الأخضر تتعادل مع مصر 2-2، وموزمبيق أيضا بنفس النتيجة مع غانا. تخطف موزمبيق التعادل في اللحظات الأخيرة لتهدي المركز الثاني إلى مصر. الترتيب على النحو التالي: الرأس الأخضر 7 نقاط في صدارة المجموعة، هذا الفريق الحصان الأسود في البطولة. منتخب مصر 3 نقاط ثاني المجموعة بعد أن فقرت غانا طبعا الفوز والتقدم على موزمبيق، أصبحت نقطتين وثالث المجموعة، وموزمبيق في القاع بنقطتين. حتى الآن المتأهلين إلى دورة 16: الرأس الأخضر، السنغال، غينيا الاستوائية، ونيجيريا، ومنتخب مصر. وطبعا احصائيات طبعا الهدافين حتى الان: طبعا ايميليو نسوا 5 اهداف، بغداد بنجاح 3 اهداف، ومصطفى محمد المتألق في مباراة اليوم 3 اهداف. إذا مبروك للمنتخب المصري التأهل إلى الدور القادم. مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء. وطبعا المنتخب المصري يتأهل رسميا الى دور ال16 كثاني هذه المجموعه بعد ان تعادل اليوم ب3 أهداف مقابل 3 بهديه من منتخب موزمبيق الذي تعادل في اللحظات الاخيره مع منتخب غانا الذي كان متقدم عليه. اذا تم اختيار اللاعب محمود حسن تريزيجيه كما توقع طبعا كابتن هيثم فاروق كافضل لاعب في هذه المباراه. طبعا يستحق، وحتى كابتن وائل جمعه كمان قال لي يستحق يا بروار عطيه تريزيجيه. برافو طبعا تريزيجيه يستحق في شوط المباراة الثاني، أرقامه جيدة، أفضل لاعب في هذا اللقاء. إذن محمود حسن تريزيجيه أفضل لاعب في المباراة، والمنتخب المصري يتأهل بهدية ثمينة من منتخب موزمبيق الذي تعادل بهدفين مقابل هدفين مع منتخب غانا ليهدي مصر المركز الثاني رسميا ويتأهل إلى الدور القادم. أعود إلى وائل جمعة وهيثم فاروق. كابتن وائل، التعقيب الأول على الأهداف، ثم نتحدث عن التأهل، ثم نتحدث عن السلبيات. يعني مبروك التأهل طبعا للمنتخب وللعيبة الرجالة بصراحة. لعيبه الرجاله اللي رد فعلها بان الشوط الثاني، وهحددهم لك بالاسم: تريزيجيه، مصطفى، مروان، امام عاشور، مين تاني؟ مرموش، عمر مرموش، على المجهود والتعب اللي تعبوه. طيب دول سبب فوز التأهل المنتخب المصري. هدف التعادل طبعا صناعة حجازي بدبل باص مع تريزيجيه، ضرب فيه تكتل الدفاعي. تريزيجيه الذي صنع الفارق بصراحة. تريزيجيه هو أهم لاعب في المنتخب المصري في البطولة دي وفي ال3-4 سنوات اللي فاتوا. أهم لاعب واكثر لاعب تاثيرا في نتائج المنتخب. اهم من صلاح؟ اهم من صلاح على مستوى الاداء وعلى مستوى التاثير في نتائج المنتخب، فاهمني؟ الاداء والنتائج وتاثيره في اداء المنتخب. صلاح ليه كل الاحترام والتقدير، انما تريزيجيه انا بتكلم كلام فير، لاعب هذا ام لا؟ كابتن وائل، نبدا بك ثم نتحدث عن الاخطاء الدفاعيه فيما بعد. يعني الهدف اللي احرزه تريزيجيه زي ما قلنا تحرك في دبل باص من تريزيجيه مع حجازي، ضرب المدافعين بشكل كويس. تريزيجيه يحسسك بالروح، يحسسك بالرجوله، يحسسك بالجدعنه والانتماء لمنتخب مصر. شوف الهدف الثاني برضو روح قتاليه عاليه جدا، ومصطفى خلق جول من لا شيء، كوره مشتركه بين المدافعين، قدر ان هو يحط جسمه ويسبق المدافع ويسجل الهدف. انما كل كوره بتروح لتريزيجيه تحس ان احنا عندنا خطوره. تريزيجيه لاعب لا غنى عنه في منتخب مصر. ممكن ناس تشوف ان هو قعدته على دكه البدلاء وينزل بيبقى عنده دافعيه اكتر، انما لا، انا ما ينفعش يبقى عندي لاعب بالامكانيات دي وبالروح دي وما ابداش بيه المباريات. لازم يبدا طبعا على حساب مرموش. ما مرموش موجود وادى بشكل جيد. ممكن يبقى تركيبه وسط الملعب مش ماشيه صح. كنت العب ب3، العب تريزيجيه والعب عمر تحت مصطفى وزيزو على اليمين. عادي جدا، ولعبنا كده الشوط الثاني والامور مشيت. وتلعب باثنين والعب 2 ارتكاز. العب امام عاشور ومروان، امام وحمدي او مروان وحمدي، اي اثنين من الثلاثه. يعني وجود تريزيجيه ومرموش من وجهه نظرك مع زيزو مهم جدا قدام مصطفى محمد جدا. احنا مشكلتنا كلها في الاجوال اللي انت اتكلمت فيها يا احمد مشكله تركيبه وتنظيم.
وده كله شغل المدرب، شغل المدرب انه يحفظ المجموعه ويحفظ اللعيبه. واحنا قلنا مدرب موجود بقاله فتره طويله مش جديده على اللعيبه. سبتمبر الموسم الماضي يعني سنه ونص قعد 8 شهور الاولى مفيش اي منافسات، مفيش اي حاجه، صح. وبيتابع وشايف اللعيبه. استلم منتخب اعماره السنيه ممتازه، اعماره السنيه اعمار منتخب يفوز ببطوله. انا ببص على اعمار اللعيبه يا احمد اللي ان شاء الله نوصل كاس العالم 26 فضيحه. انا منتخب مصر يبقى فيه اكتر من 12 13 لعيب فوق ال 32 33 سنه. انا متوسط اعمار المنتخب حاليا 29 سنه. انا مش قادر افهم. احنا جايبين مدرب يعد لنا منتخب لكاس العالم، يعد لنا، ما دخلش لعيب على المنتخب صغير. احنا في منتخبات بتلعب لعيبه 17 و18 سنه. تمام. عندنا منتخب اولمبي، انا حضرت المباراه النهائيه في المغرب، منتخب محترم فيه لعيبه ممتازه في كل المراكز. هيثم بيتكلم على الشناوي، عندنا 2 حراس في المنتخب ده ممتازين، كان على الاقل كان واحد منهم يبقى موجود في قائمه المنتخب ده، بدل ما هو واخد الشناوي، احمد الشناوي حارس مصاب، ابو جبل فيه كلام على مستواه، محمد صبحي كلام، كان يضم واحد من حراس المنتخب الاولمبي. عندنا اكتر من لاعب، عندنا في 2 لعيبه في وسط الملعب احسن من لعيبه اساسيه بتلعب في منتخبنا. عندنا راس حربه اسامه فيصل، واحد من الممتازين، لو خد فرصه ولعب هيبقى انت يعني، ما انت عندك لعيبه واخدها اسما بس موجود. في كلام كتير، فتحت ملفات كتير جدا، وسيكون الحديث طويل في هذا الثالث. انما ببارك لمصر وببارك للجماهير المصريه وببارك للاعبين وببارك لكل من شارك في هذه المباراه، مباراه كبيره الحقيقه، ولكن ضيعنا فوز من بين اقدام اللعيبه. يحسب لمنتخب مصر ان هو بيلعب شوط ثاني مميز، رغم ان الوضع ده ما كانش موجود في مباراه موزمبيق عملنا شوط اول رائع وشوط ثاني غير جيد. ماتش غانا وماتش النهارده العكس صحيح، شوط اول متوسط وشوط ثاني رائع بكافه المقاييس. تغيير تريزيجيه هو الحل السحري او المفتاح السحري بالنسبه لروي فيتوريا، سجل هدف وصنع هدف. منتخب مصر بيلعب وهو مفتقد فورمه 6-7 لعيبه على ارضيه الملعب. انك تصعد وتسجل 6 اهداف وانت عندك 5-6 لعيبه مش في فورمتها، ده يعتبر انجاز لهؤلاء اللاعبين صراحه. واشوف كمان ان مصطفى محمد النهارده الحقيقه عمل ماتش كبير، رغم انه ضيع عده اهداف، ولكن الهدف الثاني سجله فيه مهاره عاليه جدا. تمريره تريزيجيه كانت رائعه. قلت لك الحل في التغييرات، انما لابد ان احنا نجد حل للدفاع. كارثه الدفاع بنتكلم عليه بهدوء، عمره ما بياخد بطوله غير لما يكون عنده دفاع قوي. تقريبا منذ اكثر من 30 عام لم يدخل مرمى منتخب مصر 6 اهداف في اول 3 مباريات في 270 دقيقه. ده تعتبر رقم كبير جدا، رقم سلبي كبير. في حلول كثيره. لازم منتخب عشان ياخد بطوله لازم يكون عندك دفاع قوي.